يا مرحبا بالعذراء. معانا برج العذراء وبناخد قراءة الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر للعذراء، وبنسأل أسئلة جديدة شوية طبقا لهذه الفترة من الوقت، لأن احنا في شهر العقرب، وفي تواصل ما بين ناس وفي رجوع عاطفي وفي مصالحات الفترة دي. فهنسأل أسئلة، هنقول: هل أنت فعلا عندك تخلي يا عذراء؟ هل أنت فعلا متخلي عن الشريك؟ طيب السؤال التاني: هل في رجوع وتصالح ما بينكم الفترة دي؟ طيب هل في دخول ناس جديدة أو علاقة جديدة حياتك يا عذراء؟ والسؤال الأخير: هل الشخص اللي قادم من الماضي شخص كنت تعرفه وبتنتظره، أم من الحاضر بتاعك يا عذراء؟ وبناخد في الآخر نصيحة من الملائكة. يلا يا عذراء، حط النية واستقبل معايا والأسبوع التاني من شهر نوفمبر وأخبار العذراء. بسم الله. ما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا في القناة علشان بيوصلك كل جديد من القراءات اللي بننزلها وبنقدمها طول الشهر. اوكي، بسم الله. أول سؤال: هل أنت فعلا متخلي عن شريكك أو حبيبك؟ بسم الله. أول سؤال: هل أنت فعلا متخلي أم لا؟ أنت مش متخلي، أنت محتاج شريكك وحبيبك ومش قادر تتخلى أصلا، بس عندك هادك رهيب في التفكير، مش عارف أنت مش عاوز تسيبه، بس عندك مشاكل نفسية كتير وعقلك مش بيبطل تفكير، وعمال تفكر في طريقة إنك ترجع له بيها أو تصالحه بيها أو يصالحك بيها أو تقرب المسافات. يعني بشوف طالع لي دلوقتي ان في ناس لا متمسكه اكتر الناس اللي حطت النيه معايا متمسكه بالشريك، متمسكه انها ترجع للشريك، بس طبعا بمزاجها يعني وبطريقتها، بس في ناس كتير متمسكه. ناخد كروت تانية. هل في ناس فعلا تخلت؟ هل في ناس فعلا تخلت؟ ناخد اجابه تانية. طيب في اجابه تانية لناس هي تبدو انها تخلت. يعني ايه؟ يعني قالت لنفسها خلاص انا عندي القوة في الرحيل وماشية خلاص من العلاقة دي ومشيت، بس لسه لا عارفة تحب تاني، ولا عارفة تنسى اللي فات، ولا عارفة هي رايحة فين، وجواها أحزان قديمة وماشية متعلقة بالقديم ومش عارفة هي رايحة فين. تعتبر برضو من الناس اللي برضو مش عارفة تتخلى نفسيا. التخلي مش ان انا اسيب الشخص وامشي، لا، مش شرط. يعني في ناس تبقى قاعدة مع ناس مش عارفة تبعد عن العلاقة، لكن هي من قلبها تخلت، سامحت العلاقة، سامحت اللي حصل، سامحت نفسها انها اختارت علاقة غلط. عادي جدا، ممكن تكون لسه ما مشيتش من العلاقة بس قلبها تخلى وفي مشي، وفي زي اللي مشي ومش عارف يخرج نفسيا من العلاقة. خلينا ناخد السؤال التاني ليك يا عذراء. طب هل في رجوع وتواصل ما بين العذراء وما بين شريكه أو حبيبه اللي حصل ما بينهم تخلي أو بعض، أو مش قادرين يتخلوا بالفعل؟ حطوا النية واستقبلوا الإجابة. هل في تواصل؟ هل في تواصل؟ حطوا معايا النية، وأول ما هتشوف الفيديو النية هتتفاعل معاك. هل في تواصل؟ بسم الله. في تواصل، في تواصل، بس العذراء مش هيتواصل بسهولة. العذراء عايز يتواصل بس بعد خناقة كبيرة، او بعد ما ياخد حقه بزيادة ويتأكد انه اخد حقه. في قدوم وحماس للتواصل ما بينك وما بين الشريك، حلو، لكن في بعض الامور اللي لسه ما اتحلتش ما بينكم، وانت نفسيا لسه مش مستعد، مش حابب، مش عايز، مش طايق، مش عايز تكمل، مش عايز تسيبه. يعني انت مش عايز تسيبه بس مش عايز تروح له. عارفين لسه في شد، لسه في شد قوي جدا. طيب التواصل موجود، بس مشكلة العذراء كمان بيفكر بعقله قوي، يعني عايز يثبت او يتواصل بطريقته، بطريقة العذراء، بالحاجات اللي هترضى العذراء،
بانه هو عايز حد مسؤول وعايز يثبت مسؤولية الشخص الاخر. يعني العذراء عايز الشخص عشان يوافق يرجع له نفسيا، عايزه يكون مسؤول، مش قادر يرجع لشخص غير مسؤول. بالنسبة للعذراء ده موضوع كبير، وبالنسبة لأي حد. كلنا بنحب الشخص المسؤول بصراحة. طيب اوكي. طيب السؤال التاني، هل في دخول علاقة جديدة تانية في حياتك يا عذراء الفترة دي؟ هل في دخول علاقة جديدة في حياتك يا عذراء الفترة دي؟ الناس اللي دخلت وسمحت وعدت بالموضوع وفعلا فهمت الدروس وفهمت حقيقة اللي حصل، هل ليها رجوع او في دخول، قصدي ناس في حياتها؟ في تجديد في العلاقات، في تجديد. اللي قلبه سامح بقى ونسي اللي فات وابتدى يتشغل في حياته وابتدى ينفض للي عدى، وحتى العلاقة خلاص بقى اللي حصل حصل وديني اتعلمت منها دروس كتير، واللي فات فات، والدنيا خلاص بقى عادي بقى نستقبل الجديد. في حياته ناس جديدة، في جبر خاطر وتغيرات رهيبة في العلاقة، في حياة مفتوحة مستنياك للإنسان اللي قدر ويسامح نفسه، ويسامح نفسه حتى انه دخل في علاقة غلط او انه شاف ناس غلط في الحياة. عادي، عادي، وارد جدا ان نشوف ناس غلط في حياتنا. اللي قدر يسامح يا جماعة، المسامحة مش اجبار، هي الفكرة حتى ان انا اسامح نفسي ان انا اخترت غلط. مش هفضل الوم في نفسي طول الوقت ان انا ليه اخترت غلط، ليه انا السبب. لا خلاص، نسامح الموقف كله. طيب اوكي، حلو جدا الاسئلة بتاعتك يا عذراء. هل الشخص القادم لك قادم من الماضي وجاي يصالحك بقى كده والدنيا تبقى حلوة، ولا شخص جديد؟ سؤال جميل. حط النية معايا طول الوقت فعل معايا النية علشان يوصلك كل الإجابات اللي أنت محتاجها. هل هو شخص جديد ولا الشخص اللي في الماضي؟ يا ربي بسم الله. من الماضي، من الماضي، من الماضي. شخص من الماضي يا عذراء، كان في بينك وبينه يعني زعل او حزن او خذلان كده شوية، وفي تصالح. في تصالح، الشخص ده هيرجع لك تاني من الماضي وهيتردد تاني او هيرجع يصالحك تاني او يتصل بيك او يتواصل معاك وهيكون مش عارفة، حاسة انه هيرجع، بس يعني حاسة ان هو راجع بقوة كده، بتفكير تاني وبشخصية تانية خالص. راجع لك بشخصية تانية خالص يا عذراء، شخصية تانية، شخصية تانية، شخصية تانية. بس احذر هذا الشخص برضو، احذر هذا الشخص. متلاعب. الشخص ده راجع بيتلاعب برضو عليك. الشخص ده راجع لهدف، مش لانه يصالح بس. ممكن في ناس منكم، البعض منكم يا جماعة هيرجع عشان يصالح، لكن البعض التاني يحذر تلاعب هذا الشخص، لانه ممكن يكون جاي يتلاعب بيك او ياخد يعني يرجعك على مزاجه، رجعك على قديمه زي ما بنقول. فاحذر هذا الشخص برضو، احذر للبعض منه. طب خلينا ناخد نصيحة الملايكة ليك يا عذراء، وتكون نصيحة جميلة في حق العذراء وللعذراء يعمل بيها إن شاء الله في حياته العاطفية. حب حقيقي. حب حقيقي، هذه الرومانسية لن تجدوها مرة أخرى في الحياة. يبقى الناس اللي نيتها جميلة الصافية الحلوة، في شخص راجع ليكي من الماضي بحب حقيقي، أو جاي بمصالحة حقيقية، وجاي فعلا بجبر خاطر. اوكي. وفي بعض الناس تحذر برضو، في بعض الناس تحذر، احذروا ان هو يكون ماشي رومانسي جميل حلو، بس برضو ما ترجعوش على حاجة قديمة انتوا اصلا كنتوا زعلانين منها، ترجعوا لنفس الحاجة، يبقى هنعيد نفس الدايرة تاني. فاحنا لو رجعنا نرجع على شروطنا او تغيرات فعلا حقيقية حاصلة في حياتنا. فده حب حقيقي، واستبشر برضو ان الشخص يكون بيحبك، وان ده حبك برضو، وان انت هترجع له تاني بس بشكل تاني وبصورة جميلة ترضي العذراء. دي كانت قراءة العذراء، وقلنا ناخد اسئلة جديدة علشان الفترة اللي احنا فيها. ولو محتاج قراءة تفصيلية او قراءة خاصة، تواصل على الرقم اللي موجود في صندوق البايو، و
أو صندوق الوصف في